أمام كوت ديفوار يعكف الطاقم الفني وكذا اللاعبون على ضبط اللمسات التكتيكية ودراسة مختلف الجوانب الفنية الكفيلة بالإطاحة بمنتخب الفيلة. التلفزيون الجزائري رصد جانبا من التحضير التكتيكي للخضر من خلال هذه المتابعة لموفده إلى كابيندا كريم أيت عثمان. قبل ساعات قليلة من المواجهة الكبيرة أمام المنتخب الإيفواري بدأ الجميع في محيط المنتخب الجزائري يضبط كل صغيرة وكبيرة في أجواء توحي برغبة واضحة في الوصول إلى المربع الذهبي. تغيير مكان الإقامة من لواندا إلى كابيندا لم يغير شيئا في يومية اللاعبين ومدربهم رابح سعدان الذي يتحدث بلغة التفاؤل عن مواجهة الغد. احنا نلعبوا بدون ضغط، بدون خوف. احنا تايقين في نفسنا ونعطيو اللي علينا في المباراة وان شاء الله خير. قوة المنتخب الإيفواري جعلت المدرب الوطني رابح سعدان لا يترك مجالا للصدفة، حيث طلب من لاعبيه معاينة أداء زملاء ديدي دروغبا أمام المنتخب الغاني أكثر من مرة قبل عقد الاجتماع التقني الذي خصص للحديث عن نقاط الضعف وقوة المنافس وكيفية مواجهته. لعنة الإصابات التي أخلطت حسابات الطاقم الفني منذ بداية الدورة بدأت حدتها تقل، حيث أصبح بالإمكان الاعتماد على مراد مغني في مواجهة كوت ديفوار بعد أن تماثل للشفاء. très concentré, que ce soit en entraînement ou même en dehors des entraînements, on pense beaucoup au match et on va tout faire pour bien aborder le match dès le début. وفي مقابل ذلك تحدث الناخب الوطني كثيرا مع مدافع يحيى عنتر وقرر عدم المجازفة به كأساسي والاكتفاء بالاستنجاد به في الوقت المناسب. عنتر يحيى يعني من الناحية الصحية الحمد لله يعني تعالج نقولوا 100%. درك مشكلته انه توقف كثير من المباراة تاع 18 يلعبنا في خرطوم، ما لعب اي مباراة رسمية يعني مع فريقه ولا معنا، لهذا حتى وقف حتى التحضير تاعو، لهذا ضيع كثير. درك مسألة وقت حاليا راه في تحسن، ولكن مازال بعيد كما نقولوا احنا على 90 دقيقة ولا 120 دقيقة. ومهما كانت الأسماء التي ستشكل التشكيل الأساسية في مباراة كوت ديفوار، فإن شعار رفع التحدي وإيقاف زحف الفيلة يبقى الهدف الأول والأخير في هذه المواجهة. وأشبال سعدان تحدهم عزيمة وإصرار كبيران للظفر بالانتصار وإسعاد الجزائريين، عزيمة يعكسها حارس مرمى الخضر فوزي شوشي الذي أبدى استعداده التام للمشاركة ضد كوت ديفوار. مفد التلفزيون إلى كابيندا كريم أيت عثمان. فوزي شوشي الحارس الذي ارتبط اسمه بموقعة أم درمان والذي أصبحت مشاركته من عدمها في المباراة القادمة أمام كوت ديفوار حديث الشارع الجزائري بعد أن غاب عن عدة حصص تدريبية بسبب آلام في الظهر. التقينا صبيحة اليوم بمقر إقامة المنتخب الجزائري في كابيندا، وكالعادة بدا مصمما على تحدي كل الآلام للمشاركة مع زملائه. صحيا بالتعافى منها وان شاء الله نكون في الموعد ان شاء الله يا ربي غدوه ان شاء الله نكون ان شاء الله مليح ان شاء الله قد ما نفرطي ان شاء الله من اجل الشعب الجزائري من اجل الاعلام الجزائري ان شاء الله. شوشي تدرب امس بشكل طبيعي واعطى الانطباع لمدربه بانه قادر على الاعتماد عليه. شوشي نتمنى لانه عنده اليوم اختبار في التمرين الاخير باش نعرفوا لا يقدر يشارك ولا ما يشاركش، لان محتاجين لاعبين يلعبوا 100%. عودة الحارس لوناس قووي إلى الخضر كانت مفيدة جدا من الناحية المعنوية لفوزي شوشي الذي استفاد كثيرا من نصائحه. هو عنده إصابة خفيفة إن شاء الله يكون عضو إن شاء الله، جيسبر نتمناه يكون. الأكيد أن الغزال الأشقر الجزائري فوزي شوشي ستعلق عليه من جديد كل الآمال في بلاد الغزلان السوداء هذا الأحد أمام فيلة كوت ديفوار. والخضر سيواجهون في دور ربع النهائي فريق كوت ديفوار المعروف بنجومه والمرشح من قبل المختصين للظفر باللقب الإفريقي.